माफी मांगना क्लास माफी मांगना दादा मत 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 आवाज माफी मुश्किल आई माफी मांगना क्लास عادي ما في مشكل شو سوي نمسك فيني كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، هذا المشهد الذي رأيناه في دولة الإمارات يخيف الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. أما أصحاب القلوب الموتى لا داعي أن تنهي قلبك معهم. أسأل الله لنا ولكم السلامة. حتى الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الموعظة والذكرى، قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أما القلب إن زاغ إن لله وإنا إليه راجعون. فالمشهد مخيف جدا. هنأخذ مشاهد من بلاد الحرمين الشريفين للجمال وهي تغرز في السيل، نسأل الله لنا ولكم السلامة، سيول عارمة. وطبعا يا جماعة أكرر، أنا ربما لا آتي بالمقطع من يوم أو من صباح اليوم، ربما المقطع بيكون موجود معي على الجوال لعدة أيام، ولذلك لا أكتب التاريخ على المقاطع. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل العظات والعبر. ساتر الجمل غارق يا جماعة، شوف الموج عليه والله راح يغرق إذا ما سحبناه. اصبر السيارة فوق، نحاول نجيب الحبل. يا ابوي يسمع صوته مسكين. الله يعينك يا وليد، نلحق قبل ما يزيد السيل. سبحان الله العظيم، مشاهد الإنسان حينما ينظر إليها يعلم. الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الشتاء وهذا السيل، الله سبحانه وتعالى قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فهناك أماكن تنتفع سبحان الله بهذا الماء النازل من السماء، وهناك أماكن بيكون فيها ضرر شديد جدا جدا جدا. وطبعا حل من الخسائر من قبله في شتى بقاع الأرض، سواء في أمريكا، سواء في الهند، سواء في الصين، سواء في البرازيل، سواء في تركيا، سواء في سبحان الله في بلاد دول الخليج خسائر، والجميع يعلم ذلك. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب مني ومنكم أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إن تاب إلى الله تاب الله عليه. واعلموا إخواني وأخواتي نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، بأن البلاء لا ينزل إلا بالذنوب، ولا يرفع إلا بالتوبة والخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى. فربما الإنسان يظن بأنه على خير، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الله سبحانه وتعالى يا جماعة هو القادر. قل هو القادر، قل هو القادر.
فعايزك تقول ان الله هو القادر، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، صواعق، سيول، رعد، برق، فيضانات. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، زلازل، براكين، او من تحت ارجلكم، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فسبحان الله ما في أحد يقف أمام قدرة الله عز وجل أبدا أبدا أبدا. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يتحدث في سورة الفجر، قال عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال الله سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الذاريات: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. النتيجة: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فالله سبحانه وتعالى يا جماعة هو القادر، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذه آيات متلوة ومرئية، فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التدبر والتفكر في هذه الآيات إنه على كل شيء قدير. فالآيات في القرآن محتاجة تدبر وتفكر. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مست إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إن رسلنا يكتبون ما يمكرون. فسبحان الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. بعض الناس بيظن أنهم على خير لكن جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ودعوا هنالك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ناس كتير ساعة السيول والفيضان والإعصار والأمطار الشديدة والصواعق والرعد يستغيثون بالله فإذا ما انكشفت الغمة عادوا إلى الذنوب والمعاصي. فأنا أوصيكم بالتوبة والندم والرجوع إلى الله. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.